السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم متابعي قناة رياضة الأندية. نتمنى منكم الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم آخر مستجدات كرة القدم السعودية. والآن نترككم مع الأخبار. الاتحاد يهزم الاتفاق برباعية ويبتعد بصدارة دوري روشن. أحد أسرار الصدارة ظاهرة اتحادية في المباريات الأخيرة. قبل مواجهة النصر الاتحاد يتفوق على كافة أندية دوري روشن. بلان يكشف عن كيفية استغلال فترة التوقف الدولي لتجهيز الاتحاد ضد الاتفاق. تصد أسطوري من رايكوفيتش والتسلل يلغي هدف بنزيما. هل يلحق نجم النصر المصاب بمواجهة الاتحاد؟ ثنائي الاتحاد يجري فحوصات طبية. رسالة شديدة اللهجة من نجم الاتحاد قبل مباراة النصر. بلان الغياب عن آسيا ميزة وسنستعد لمواجهة الهلال. بنزيما مواجهة النصر مثل أي مباراة. بالأرقام تألق كبير لبنزيما مع نادي الاتحاد رغم الغيابات. ماذا قال بنزيما عن مباراة الاتحاد والنصر؟ ماذا قال لوران بلان عن فوز الاتحاد على الاتفاق؟ إشادة خاصة في حق الاتحاد بعد مباراة الاتفاق. موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد النصر بعد الفوز على الاتفاق. حقق فريق الاتحاد فوزا كبيرا على نظيره الاتفاق ب4 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب نادي الاتفاق ضمن منافسة الجولة 12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. هذا ولقد دخل الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق نادي الاتحاد مباراة الاتفاق بتشكيل يضم كل من الحارس رايكوفيتش وماريو ميتاي ودانيلو بيريرا وحسن كادش ومهند الشنقيطي وفابينيو وانغولو كانتي وحسام عوار وستيفن بيرغوين وكريم بنزيما وعبد الله هوساوي. وافتتح الدولي الفرنسي انغولو كانتي التسجيل لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة 35 من عمر المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بهدف نظيف. أما الشوط الثاني أحرز الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي الاتحاد الهدف الثاني في الدقيقة 53، ثم أضاف الدولي الجزائري حسام عوار الهدف الثالث في الدقيقة 66 من عمر المباراة. وبعد مرور 4 دقائق تمكن بيرغوين من تسجيل هدف الاتحاد الرابع في الدقيقة 70 من زمن المباراة ليمنح فريقه 3 نقاط غالية يعزز بها صدارة الدوري. وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فريق الاتفاق في المركز 13 من الجدول برصيد 12 نقطة. ومن ناحية أخرى شهدت المباريات الأخيرة ظاهرة جديدة لفريق الاتحاد على مستوى الأداء الدفاعي وتحديدا حراسة المرمى بوجود رايكوفيتش، والتي ساعدته على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، حيث خرج العميد بشباك نظيفة بخلاف الانتصار الكبير برباعية على الاتفاق. العميد يواصل تحقيق الانتصارات مع الشباك النظيفة، مما يثبت جودة المجموعة الحالية على مستوى الدفاع والهجوم، حيث انتصر العميد في مبارياته 6 الأخيرة مع عدم استقبال أي أهداف، وذلك أمام الاتفاق والفتح والعروبة والأهلي والجندل والرياض. هذا ولقد تفوق نادي الاتحاد على جميع أندية دوري روشن السعودي، وذلك بعد انتصاره الأخير على الاتفاق برباعية واحتلاله صدارة ترتيب المسابقة متفوقا على الهلال. العميد أصبح صاحب أطول سلسلة فوز في بطولة الدوري السعودي ب8 انتصارات، وكذلك صاحب أطول سلسلة انتصار في جميع المسابقات المحلية بعد الفوز في 10 مباريات على التوالي. فهل سيحافظ الاتحاد على هذه الأرقام القياسية ويفوز على النصر بالكلاسيكو المقبل؟ ومن ناحية أخرى كشف الفرنسي لوران بلان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن كيفية استغلال فترة التوقف الدولية المقبلة نظرا لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة خليج 26. وقال بلان خلال المؤتمر الصحفي: في الحقيقة سنعمل على تطوير الفريق في فترة توقف طويلة، أحترم بطولة كأس الخليج والتوقف من أجلها، لكن فترة شهر طويلة ومؤثرة، دائما أحترم التوقفات الدولية وغيرها. وأضاف المدرب الفرنسي: أتمنى ألا نتأثر في التوقف قبل مواجهة الهلال في بطولة كأس الملك. هناك لاعبين يشاركون من فريقنا في المنتخب، أتمنى لهم أن يكونوا في أفضل حال وجاهزية بعد المشاركة الخليجية. وبسؤاله حول عدم مشاركة فريقه في البطولات الخارجية ونيل راحة أكبر من المنافسين، رد قائلا: قد تكون هذه ميزة في عدم الضغط، لكن المشاركات القوية مثل دوري الأبطال لها أهمية في تجهيز اللاعبين في الفرق المنافسة لكونهم يلعبون كل 3 أيام في بعض الفترات. ومن جهة أخرى أنقذ الصربي رايكوفيتش حارس الاتحاد مرماه من استقبال هدف بتصد رائع أمام الاتفاق، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من المباراة القوية التي جمعت بينهما مساء أمس السبت.
هذا ولقد تصدى الصربي رايكوفيتش بطريقة رائعة لكرة رأسية قوية من الهولندي فينالدوم لاعب الاتفاق لينقذ فريقه من استقبال هدف خلال الدقيقة 20 من الشوط الأول. وشهدت الدقيقة 27 هدفا ملغيا سجله الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد، وذلك بداعي وجود حالة تسلل. وفي سياق آخر أعلن نادي الاتحاد خضوع ثنائي فريق الكرة بالنادي ستيفن بيرغوين وعبد الله هوساوي لفحوصات طبية اليوم لتحديد حجم إصابتهما. ولقد تعرض بيرغوين وهوساوي للإصابة خلال مباراة الاتحاد أمام الاتفاق في الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وغادر ثنائي الاتحاد ملعب مباراة الفريق ضد نظيره الاتفاق قبل نهايتها بعد الإصابة. ومن ناحية أخرى حرص الهولندي ستيفن بيرغوين لاعب فريق الاتحاد على توجيه رسالة شديدة اللهجة قبل مواجهة النصر للإشادة بقوة العميد وقدرته على تحقيق الانتصار في الكلاسيكو والحفاظ على صدارة الترتيب. وقال بيرغوين في تصريح صحفي: إذا كان النصر يمتلك لاعبين جيدين، نحن أيضا نمتلك لاعبين جيدين، سنكون جاهزين للمباراة وهدفنا الفوز وحصد 3 نقاط. ومن جهة أخرى أشاد الناقد الرياضي هتان النجار بالمستوى الذي قدمه الاتحاد أمام الاتفاق في الدوري السعودي. هتان قال خلال تصريحات له عبر قناة SSC التالي: هذه المباراة هي الأجمل للاتحاد في الموسم الحالي. أيضا يجب الإشادة بكريم بنزيما لأنه يقدم نفسه بشكل مميز منذ بداية الموسم. ومن جهته قال الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي الاتحاد أن فريقه حقق فوزا كبيرا ومستحقا أمام الاتفاق، وذلك بعد أداء قوي وممتع حافظ به الفريق على الصدارة. وقاد بنزيما فريق الاتحاد للفوز برباعية نظيفة على مضيفه الاتفاق في المباراة التي جرت بينهما أمس السبت لحساب الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تكفل بثنائية من رباعية الاتحاد. وردا على سؤال بشأن المباراة القادمة أمام النصر قال بنزيما: إن المواجهة القادمة أمام النصر مثلها مثل أي مباراة، يدخل الفريق بكامل التركيز مشددا على ضرورة مواصلة العمل في التدريب من أجل الحفاظ على نفس المستوى واستمرار الانتصارات. واختتم بنزيما تصريحاته بقوله: دعونا نرى ماذا سوف يحدث ضد النصر في الجوهرة. هذا ولقد نجح بنزيما في تحقيق عدد كبير من الأرقام الإيجابية مع الفريق، كما أثبتت الإحصائيات تألقه المميز مع العميد، حيث خاض 43 مباراة وساهم ب36 مساهمة تهديفية، سجل منها 25 هدفا وصنع 11، فضلا عن دوره الحاسم في الفوز بعدد من المباريات هذا الموسم. فهل سيستمر النجم الفرنسي في تحسين أرقامه وقيادة الاتحاد نحو لقب الدوري؟ ومن أخبار نادي النصر، أثار الفرنسي محمد سيماكان مدافع النصر قلق جماهير الفريق العاصمي بعد إصابته خلال مباراة أمس ضد ضمك، والتي جرت ضمن منافسة الجولة 12 من بطولة دوري روشن السعودي. وفاز فريق النصر على نظيره ضمك بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليرفع الأصفر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين. هذا وتحرم الإصابة فريق النصر من خدمات لاعبه الفرنسي سيماكان في مباراة النصر المقبلة ضد السد القطري، والمقرر لها الاثنين 2 ديسمبر ضمن منافسة الجولة 6 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وافاد الإعلام الرياضي أحمد الجدي بأن محمد سيماكان تعرض لإصابة بكدمة بسيطة، وسيكون متاحا للمشاركة ضد الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي يوم الجمعة في 6 ديسمبر. وصرح الإيطالي ستيفيانو بيولي مدرب النصر عقب مواجهة ضمك أن محمد سيماكان تعرض لكدمة ولن يتواجد أمام السد، ولكن من المتوقع جاهزيته للمباراة التالية ضد الاتحاد. هذا وتأتي مباراة الاتحاد القادمة ضد فريق النصر، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الجوهرة المشعة، وذلك ضمن منافسة الجولة 13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. ويحين موعد مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة.